سقطت حلب في يد المتطرفين، واللي يقولك ان دول جيش التحرير او جبهة نصرة او داعش او انصار مش عارف ايه، هم كلهم عجينة واحدة خرجوا من رحم الجماعات المتطرفة. المسميات مختلفة ولكن الفكر واحد. انا مش عايز اخوض في التفاصيل، غير هقول كلمة بوجهها للمسؤولين في مصر وللشعب المصري. للأسف اللي حصل ده نتيجة حشو أفكار متطرفة بغيضة بتحرض على التكفير وسفك الدماء، وكل ده للأسف الشديد لأن في مناهج وناس معينة بيدخلوا الأفكار دي في عقول الأطفال والشباب وفي أماكن معينة في مصر. هو أيمن الظواهري طلع منين؟ مين اللي قتل الرئيس الراحل السادات؟ الجماعات الإسلامية، عبود الزمر، خالد الإسلامبولي وغيرهم من الآلاف، نتاج مناهج التطرف والفكر المتطرف. ليه احنا ساكتين على المنبع اللي بيطلع ده؟ ما نفكر كده ونشوف. مفيش أي قوة شريرة خربت إلا وكانت لعب في دماغها من وهم صغيرين، وبقوا صيد سهل لأجهزة المخابرات الدولية والغربية إن يستخدموهم في هدم الدول. طب ما نشوف المنبع فين ونقفله. التطرف اللي بيتحشي في عقول الأطفال والشباب، الصيد السمين للناس اللي بتحشي السموم دي. أرجو من المسؤولين والأسر المصرية الانتباه جيدا للخطر اللي بيحيط بمصر وللخطر اللي أسقط دول لن تقوم لها قائمة. احموا أولادكم. المسؤولين في مصر عليهم دور كبير جدا. منابع الإرهاب لابد من تجفيفها فكريا وملاحقة الأشخاص اللي بيبثوا سموم وأفكار متطرفة في عقول الأجيال الناشئة. يا ريت كلمتي توصل لكل الناس في مصر قبل فوات الأوان.